اليوم اللي رزق الإنسان بيتقطع فيه من الدنيا بيكون يوم وفاته، مش قبل كده بثانية. ولحد آخر نفس بتتنفسه أنت رزقك موصول. السلام عليكم. إيه رأيك في موظف استقال من الشركة اللي بيشتغل فيها وخد كل مستحقاته وبعدين راح لهم أول الشهر قال لهم سلام عليكم فين المرتب بتاعي؟ موظف غريب صح؟ طب ايه رأيك في المدير اللي رفض موظف من الشغل بتاعه وجه اخر الاسبوع وقال له انت بقالك اسبوع ما بتجيش الشغل ليه؟ وراح خاصم له نص المرتب اللي هو اصلا مش هيقبضه. مدير مش عاقل صح؟ الامثلة دي ممكن تكون واضحة ومحدش يختلف عليها، لكن في حاجات كتير قوي شبهها بتحصل كل يوم في حياتنا، بس ما بتكونش بالوضوح ده، ما بتكونش بالوضوح اللي يخليك تقول هو اللي بيعمل التصرف ده شخص عاقل ولا لا؟ هو ازاي بيطلب حاجة مش من حقه؟ وهي دي بقى مشكلة الاستحقاق. خلينا متفقين على حاجة، أي علاقة في العالم قايمة على حاجتين، حقوق وواجبات. وانت مغمض بقى مد ايدك وهات لي أي علاقة في الدنيا هتلاقيها قايمة على نفس الأسس دي. علاقتك بأهلك مثلا ليك حقوق وعليك واجبات، علاقتك بولادك نفس الفكرة، علاقتك بمراتك، علاقتك بصحابك، ده حتى علاقتك بالسوبر ماركت اللي تحت بيتكم حقوقك الحاجات اللي بتشتريها، وواجباتك الفلوس اللي بتدفعها، إلا إذا كنت بتروح تفك منه فلوس وبس وعمرك ما اشتريت منه حاجة. بل إني هروح معاك لأبعد من كل ده. علاقتك بربنا سبحانه وتعالى انت ليك فيها حقوق، ربنا مش هيديك فرصة حتى تطلبها. حقك على الله انه يرزقك. هل انت طول مراحل حياتك بتطلب الرزق؟ لا طبعا، لان ربنا سبحانه وتعالى كان بيرزقك وانت رضيع لا حول ليك ولا قوة. ده كان بيرزقك يا اخي وانت جنين في بطن امك، يعني حقك واصل لك من قبل حتى ما تطلبه، من قبل حتى ما تتعلم الكلام علشان تطلبه. واجباتك في العلاقة دي هي الطاعة، اللي ربنا يقول لك عليه تعمله. صعبة في حاجة دي؟ المشكلة بقى إن دي أكتر علاقة أنت مقصر فيها، مش أنت بس، عشان ما تفتكرش إن مشخصنها معاك، وأنا كمان يا سيدي. كلنا مقصرين مع ربنا، يعني واجباتنا تجاه ربنا مش دايما بنأديها، ومش دايما بتكون على أكمل وجه. لكن الجميل بقى إن ربنا سبحانه وتعالى ما بيعاملش حد فينا بعمله. عمرك صحيت من النوم لقيت ربنا سايب لك رسالة بيقول لك خلاص رزقك عندي اتقطع، ما بقاش ليك حاجة عندي؟ اليوم اللي رزق الإنسان بيتقطع فيه من الدنيا بيكون يوم وفاته، مش قبل كده بثانية. ولحد آخر نفس بتتنفسه أنت رزقك موصول، لأن نفس الهوا ده رزق في حد ذاته. الهوا رزق، الأكل رزق، راحة البال رزق، الزوج الحنين رزق. واخدالي بالك انت؟ هل كل العلاقات دي بقى لازم يكون مقدار الواجبات والحقوق فيها متساوي تماما عشان تكمل؟ هقول لك لا، مش شرط. انا عم اشرف البقال في اوقات كتير قوي بيقول لي خد بالباقي البان، وانا ما بحبش اللي بان اصلا، فبسيب له الباقي عن طيب خاطر. وحط تحت الجملة دي 100 خط. ممكن اي طرف يتنازل عن حقوقه لحد ما هو عايز، ده اسمه فضل او كرم. وده بيبدأ من عند الأم اللي بتقسم الفرخة على عيالها وبتتنازل عن الورك، لحد الأم اللي بتتنازل عن الورث، حقها وهي حرة. أما بقى لو الطرف التاني هو اللي بيجبرك على التنازل ده، يبقى دخلنا في سكة تانية ما ترضيش ربنا، اسمها الظلم. ربنا سبحانه وتعالى أول شيء عمله بعد ما رفع السماء إيه؟ والسماء رفعها ووضع الميزان. في حياة يبقى لازم يكون فيه ميزان. الميزان ده اللي بيدي كل واحد حقه بالظبط، وده اللي لازم كلنا نستعمله في كل علاقاتنا، عشان ربنا قال في الآية اللي بعدها على طول ألا تطغوا في الميزان. وأي حد عنده مشكلة الاستحقاق هو شخص بيطغى في الميزان. ما ينفعش تقول لي أنا عايز مراتي تسمع كلامي وعايز مراتي تهتم بيا وعايز مراتي تربي لي عيالي، وحضرتك ما بتصرفش عليها مثلا، أو ما بتهتمش بيها، أو بتحرمها من أي حق من حقوقها. مشكلة بقى اللي عندهم عقدة الاستحقاق إنهم عارفين اللي ليهم كويس قوي، عارفين حقوقهم بالملي، بس متجاهلين حقوق الآخرين تماما. هتلاقي أب وأم ما ادوش ولادهم لحظة حنية وبيتكلموا عن بر الوالدين، طب ده حقكم، بس فين واجبكم؟ هتلاقي زوج بيتكلم عن القوامة وطاعة الزوجة وهو حاوجها لطوب الأرض. هتلاقي موظف بيشتكي إن شغله ما بيدلوش المرتب اللي يستاهله،
وهو بيزوغ من الشغل وبيغيب بدون أعذار. كل دي نماذج موجودة في حياتنا لناس عندهم إحساس مزيف بالاستحقاق. المشكلة بقى في الشعور بالاستحقاق إنه بيتحول مع الوقت لثورة غضب، بيتحول لأفعال كلها غلط عشان مبنية على أساس مش صح. فقبل ما تطلب من حد حاجة لازم تسأل نفسك، هل الطلب ده من حقي فعلا؟ لو لقيت الطلب اللي بتطلبه ده من حقك ما تفرحش قوي، لأنك مطالب تسأل نفسك السؤال التاني: ايه الواجبات اللي عليا مقابل الحق ده؟ ما انا هاخد حاجة هدي قصادها ايه؟ ولما تأدي كل واجباتك تبقى ساعتها تستاهل كل حقوقك. هو ده الميزان اللي ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عنه. بيضايقني قوي قوي، ما اخبيش عليكم، نوعية كده من البوستات اللي بشوفها على الفيسبوك واللي فيها هزار الحقيقة مش مقبول خالص. تلاقي الزوج بيشير صور ممثلات أو موديلز حلوين ويرمي كلمتين بقى على أم العيال زي أهي دي الستات ولا بلاش، ده أنا اتضحك عليا، وكلام من هذا القبيل. ده شكل من أشكال الاستحقاق الغير مبرر. أولاً المقارنة نفسها ظلمة، لأنك بتقارن واحدة شغلتها في الحياة تكون جميلة، ودي شغلانة على قد ما بتجيب فلوس كتير على قد ما بيتصرف عليها فلوس. بتقارنها بقى بواحدة قاعدة في البيت بتربي لك عيالك وتعمل لك أكلك وتشوف طلباتك وبتنسى حتى نفسها في الزحمة دي كلها. الشيء التاني إنك طالما اديت لنفسك حق المقارنة سيبها هي كمان تقارن. هل هتقبل ده على نفسك؟ يبقى ما تقبلوش على غيرك. الست كمان ممكن تقع في مشكلة الاستحقاق من طريق تاني، لما تبص لصاحبتها اللي جات لها هدية في عيد جوازها بالشيء الفلاني، ولا صاحبتها اللي بتخرج وبتسهر مع جوزها كل يوم في مكان شكل. هل انت شفتي كل جوانب حياتهم قبل ما تعملي المقارنة دي؟ هل ده أصلاً بإمكان جوزك؟ ما هو كل واحد ربنا سبحانه وتعالى اداله قدرات معينة. لما أنا أقارن الحصان بالقطر مثلاً، دي مقارنة لا تعيب الحصان، لكن تعيب قليل العقل اللي بيعمل مقارنة زي دي أصلاً. ربنا يرضينا كلنا، وكل سنة وانتم طيبين.